السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منال، اهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل شاورما اللحمة بخطوات بسيطة ومكونات سهلة، والنتيجة هتبهر كل اللي في البيت ان شاء الله. المكونات عبارة عن علبة من الزبادي، عصير ليمون، عصير مية البصل، معنا التوابل عبارة عن بابريكا، ملح وفلفل وكمون وبهارات شاورما، معلقتين من الزيت. هنقلب كده المكونات مع بعضيها. بعد كده هنجهز الشاورما بتاعتنا، يا اما نشتريها جاهزة كده، او لو اللحمة موجودة عندك في البيت ممكن تقطعيها شرايح رفيعة بالشكل ده. هنبتدي نتبل بقى الشاورما بتاعتنا كده ونسيبها في التتبيلة لمدة ساعتين ونحطها في التلاجة. بعد كده بقى هنبتدي نجهز العيش بتاعنا اللي هنحط فيه الشاورما. هنا معانا كوبايتين من المية، ومعانا معلقتين من اللبن البودر. لو مفيش لبن بودر ممكن تحطي كوباية من المية وكوباية من اللبن الحليب عادي، او برضو لو مفيش لبن ممكن تحطي كوبايتين مية. بعد كده هننزل بكيس من الخميرة الفورية مع نص معلقة من الملح، معلقتين من السكر، نص كوباية من الزيت، ونقلبهم كويس. المقادير ديت لكيلو من الدقيق. هنبتدي بقى نجيب الدقيق بتاعنا وننزل بيه على المكونات السائلة ديت عشان نبتدي بقى نعجنه. هو مش هياخد معانا وقت خالص، وهيبقى افضل من ان انتي تشتريه من بره، واوفر كمان. يعني كيلو الدقيق هيطلع لك كمية حلوة خالص من العيش. هنبتدي بقى نعجن كده العجينة بتاعتنا لحد ما تتكون معانا عجينة ناعمة كده وطرية زي ما هنشوف دلوقتي. هو مش هياخد معاكي برضو يعني عجن وقت طويل، يعني بالكتير 10 دقايق. هنعجن العجينة بتاعتنا كده لحد ما تنعم معانا وتبقى طرية وتبقى بالشكل دوت كده. بعد كده بقى هنيجي جايين دهنين ايدينا زيت كده وندهن وش العجينة بس بالزيت. وبعد كده بقى هنغطيها ونسيبها بس 10 دقايق كده ترتاح، مش تخمر، هي ترتاح بس كده بالشكل ده كده. بعد كده بقى كانت العجينة بتاعتنا كده ارتاحت، هنبتدي بقى ايه نكورها كور صغيرة كده لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا. بعد كده بقى هناخد اول كورة كورناها، وهنبتدي بقى كده نفردها فردة بسيطة كده ونلمها بالشكل دوت، ونرجع نكورها تاني. وطبعا هنجهز الصواني بتاعتنا او الصاج اللي هنحط عليه العيش بتاعنا، عشان هو طبعا لسه هيختمر تاني. كده خلصنا الكمية بتاعتنا بقى، هنغطيه وسيبه لحد ما يختمر معانا بالشكل ده. بعد كده بقى هنرجع للشاورما بتاعتنا. هنحط بقى الطاسة على النار قبل ما العيش بتاعنا يختمر. هنحط الطاسة كده ونحط فيها معلقتين من الزيت، ونبتدي بقى ننزل بالشاورما. مش هنقلبها كده لما تاخد لون معانا، واول ما تاخد معانا لون بقى نبتدي نقلبها كده لحد ما تحمر معانا تحميرة خفيفة. هي مش هتاخد وقت طبعا لان احنا مقطعينها شرايح رفيعة، فمش هتاخد معانا وقت كتير في التسوية. بعد كده بقى بنجهز شرايح من البصل وننزل بيها كده على الشاورما، نبدأ برضو نشوحها كده مع اللحمة. بعد كده بقى الخطوة دي حابة تعمليها ماشي، مش حابة مش مشكلة. انا حطيت انا بقى شرايح كده برضو من الطماطم، بس هي بتديها تست حلو. عايزة تكتفي بالبصل لوحده بس برضو بيبقى جميل. وبرضو نزلت هنا برضو بفلفل اخضر كده وفلفل حامي، برضو بيديها تست حلو. هقلبهم بقى كده كويس مع بعض واسيبهم بقى شوية لحد ايه ما يستووا كده. هي مبتاخدش وقت خالص يعني، لان اللحمة بتاعتنا تبقى شرايح رفيعة. زودتها شوية مية صغيرين كده بس عشان تعمل صوص. بعد كده بقى هنرجع نشوف العيش بتاعنا كان اختمر زي ما احنا شايفين كده. اول ما يختمر معانا العيش بقى بنجيب شوية من المية مع معلقة من السكر وبندوبهم ونرشهم بالبخاخ. بس انا للاسف ما عنديش بخاخ فدهنتهم كده بالفرشة، فلو عندك بخاخ طبعا هيكون افضل. هنبخهم كده. بعد كده بقى نحط على الوش حبة البركة او سمسم زي ما تحبي، المتوفر عندك او اللي انت تحبي تحطيه، وممكن ما تحطيش حاجة خالص.
هنسخن بقى الفرن بتاعنا، وبعد كده هنحط بقى العيش بتاعنا في الفرن من تحت، واول ما ياخد لون زي ما احنا شايفين كده هنولع عليه الشواية ونقلب الصاج كده في جميع الاتجاهات عشان ياخد لون واحد. واول ما يطلع من الفرن طبعا بنرشه برضو بالمية كده، علشان طبعا زي ما احنا عارفين اول ما بيطلع من الفرن بيبقى الوش ناشف، فنرشه بالمية ونغطيه عشان يطرى معانا ويبقى حلو، ميبقاش وشه ناشف ولا يتفرفت مننا واحنا بنفتحه. بعد كده بقى هنغطيه عشان يبقى معانا بالشكل ده، قد ايه طري وهش وجميل، وعمل معانا كمية كبيرة، إيه اوفر من ان احنا نشتريه من بره، مش هياخد مننا وقت ولا حاجة عبال ما بنجهز الشاورما نكون عملناه. بعد كده بقى هنروح بقى نجيب الشاورما بتاعتنا علشان نبتدي بقى نعمل كده سندوتشات. هنجيب العيش بتاعنا كده ونبتدي بقى نفتحه كده بالسكينة. عاوزة بقى تحطي معاه تومية او طحينة، بس اللي انت تفضليه، انا عملت معاه طحينة. هنبتدي بقى نحشي السندوتشات بتاعتنا كده بالشاورما، ونحط عليها بقى الطحينة كده، وطبعا بقى عندنا فلفل حامي بيبقى خطير معاها. ودي شكل الشاورما بتاعتنا، جربوها بقى وقولوا لي ايه رأيكم. وان عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وان عجبتكم الوصفة بقى اكتبولي في التعليقات وقولوا لي ايه رأيكم فيها. وان شاء الله اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد على خير.